كنت بعمله زيكم بالظبط لحد ما جربت الطريقة دي، ومن وقت ما جربتها وانا خلاص اعتمدتها. واضح طبعا اللون والقوام بتاعه عامل ازاي، ومش بضيف عليه اي حاجة خالص تتقله. نص كيلو من فول التدميس هننقعه قبلها بليلة، ننقعه ليلة كاملة. تاني يوم هيعمل رغاوي كده وفقاعات، بنغير المية دي تماما وبنتخلص منها، وبنغسل الفول كويس ورجعته في الحلة. ممكن تعمله في القدرة او في الحلة، انا مفيش عندي قدرة فعملته في الحلة، ودايما بعمله في الحلة دي. غطيته تماما بالمية السخنة او مليت الحلة عليه، بحيث ان انا محتاجش ان انا ازوده مية كتير اثناء التسوية. زودت كمان معلقة صغيرة من الكركم، وحوالي تقريبا ربع كوباية من العدس. غسلتها كويس ونزلتها مع الفول. كل ده بقى رفعته على النار. الكركم بيدي لون حلو جدا، يعني بيخفف حدة الفول على القولون. حطيته على البوتاجاز على نار عالية لحد ما بدأ يغلي، نقلته على عين صغيرة وهديت النار خالص، وسيبه بقى يستوي مع نفسه. في المرحلة دي خلاص الفول كان داب تماما واستوى، بس انا مش بطفي عليه في المرحلة دي. بسيبه لحد ما يتقل كده في بعضه شوية، او يتسبك شوية كده ويتقل. بعد كده بطفي عليه، بسيبه لحد ما يوصل كده للشكل ده. وفي المرحلة دي كده كده خلاص هو بقى تمام بالنسبة لي. مش بحب اسيبه سايل قوي. مش بضيف فول مدشوش، لان هو اصلا يعني هو التركيبه بتاعته فول مدشوش ومتلبس فاهمين؟ فهو مش محتاج ان انا اضيف معاه فول مدشوش علشان يتقله. الفول المدشوش بيفتح لونه قوي وبيخليه يتماسك زياده. واللون طبعا واضح قدامكم من غير اضافه طماطم ولا اي حاجه خالص، بكتفي بس باضافه العدس والكركم. جربوه كده بالطريقه دي، ولو ما شميتوش ريحه الفول كده على اصوله من اول دقيقه غليان يبقى ليكوا الكلام. هياخد وقت 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات براحته، وهو يعني النار متهديه شمعة خالص. فانتوا سيبوه براحته لحد ما يدوب تماما. اخر حاجه بحب اديله كده هرسه او تقليبه كده بضهر الكرنيب علشان اتقله في بعض اكتر. اخر حاجه كده في السريع نسيت اقولكوا عليها، اثناء التسويه لو لسه ما وصلش للتسويه المطلوبه والميه نقصت من عليه، بنزود ميه سخنه. لسه طازة وسخن وريحته بقى خطيرة، واللون طبعا واضح قدامكم جميل جدا ودايب كده دوبان. حبيت بقى اعمل طبق فول كده على السريع بالزيت والليمون، خطير بجد. جربوا الطريقة دي ومتأكدة مليون في المية هتعجبكم، وخصوصا اللي بيعانوا من اي مشاكل في القولون زي حالاتي كده. مش هتحسوا اصلا ان انتوا كلتوا فول، هتاكلوه براحتكم وهتحسوا كأنكم ما كلتوش من الاساس. خفيف جدا على المعدة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.